طيب استاذ سعيد مش معايا يا جماعه. استاذ ابراهيم يا جماعه ركزوا شويه بس في التليفونات. استاذ ابراهيم اتفضل. الله يخليك يا فندم، انا بمسح على حضرتك الاول يا استاذ وائل. اتفضل. وبمسح على الاستاذ اللي معاك. تمام. انا مش مع معلش يا استاذ وائل استحملني. انا مستحملك. اتفضل. انا راجل معاق ذهنيا. تمام. ربنا يوفقك. بس ربنا يخليك. انا مش مع الاستاذه اللي هي اهانت العالم. انت مش مؤيدها يعني؟ طبعا. طيب استاذ ابراهيم الف شكر. استاذ علي من سوهاج. استاذ علي اتفضل. الو. استاذ علي اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ علي. عادل عبد المولى مأذون المراغ يا فندم. استاذ عادل عبد المولى مأذون. اتفضل يا استاذ عادل. المراغ. بالنسبه للاخ الاستاذه صفيناز دي او صفونار دي ارتكبت جريمه شكليه فقط، لكن دي على وجه الاطلاق دي براءه. ارتكبت الشكل المادي للجريمه هي اهانه العلم، ولكن معنويا اي جريمه يا فندم درسناها في كليه الحقوق دي جريمه ركن مادي وركن معنوي. ركن مادي وركن معنوي، ولكن هي ما عندهاش ركن المعنى وده ظاهر منها على فكره، مش بدافع عنها. هي ارتكبت بدون قصد على وجه الاطلاق، ولكن دي 100% ان شاء الله براءه. اتفضل يا فندم. استاذ عبد الفتاح من القاهره. استاذ عبد الفتاح اتفضل. والملايين وحبيب الشعب استاذ وائل. الله يخليك. ازي حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هم متمسكين ليه؟ طب ما لعيبه الكوره بتلعب بالعلم، بيبقى لابس الشراب اسود والشورت ابيض والفانلة حمراء، طب ما هو بيلعب الكوره وبيروح النادي، واحنا كلنا بنمسك الاعلام نرقص بيها. هو دي مكيده للاخت، احنا مش متضامنين معاها قوي ولا حاجه، لكن دي اهانه العلم يا استاذ وائل اللي بنشوفها لما بيحط عليه جاز ويولعه، دي اهانه العلم. لكن هي فرحانه، واحنا انا بفرح بحط العلم في البلكونه بتاعتي، ولما يكون عندي فرح ممكن اتحزم بيه وارقص بيه. دي بهجه، هي مبتهجه بمصر ومبتهجه بعلم مصر. هتحاكموها على ابتهاجها، بتقول لك فرحانه. يا اخي لازم نحترم الفرحه ديت ونحييها. وانا احيي كل واحد يمسك احنا في المترو بشوف السيدات لفه على دماغها علم مصر كده زي التلفيحه. ده انتماء يا استاذ وائل، وانت راجل فنان. انا بعد كده لما اتكلم مع حضرتك هقول لك حبيب الشعب، عشان انت الله يخليك. الله يخليك. كلنا.